السلام عليكم. رغم إنه الواحد لسه طالع من عملية جراحية، لكن ما حدث اليوم يستحق إنه نقف عنده. الليلة يا جماعة، طيران الجيش استهدف بطائرات البريقدار التركية سوق ومعبر أديكون على الحدود مع تشاد في عدوان سافر ودموي لا يمكن وصفه إلا أنه مجزرة وحشية مكتملة الأركان. تخيلوا يا ناس، في لحظة واحدة تحولت أجساد المدنيين الأبرياء، نساء وأطفال وشيوخ، إلى أشلاء محترقة. حولهم صانع الكباب والمشاوي الوضيع إلى جثث متفحمة وقطع متناثرة، وكأن أرواح البشر لا تساوي شيئا في ميزان جيش الباذنجر الكيزاني الذي اعتاد على الإبادات وقتل الناس في قرب السودان. عشرات القتلى من المدنيين الأبرياء بلغت الحصيلة الأولية حوالي 50 قتيل، بينهم مدنيين تشاديين لا ذنب لهم، وعشرات الجرحى الذين أصبحوا شاهدين على وحشية لا حدود لها. معبر أديكون هو شريان الحياة الوحيد المربط السودان بتشاد، ويعتبر منفذ لدخول المساعدات الإنسانية والمواد التجارية لإقليم غرب السودان. استهدافه يعني خنق دارفور وكردفان وتجفيف الأسواق وقطع الطريق أمام الغذاء والدواء، وده ببساطة تهديد مباشر للأمن القومي التشادي نفسه. وتشاد ما حتسكت، لأن ده تهديد الإخوان المسلمين لأمنها القومي. حصل قريب لحدوده. المؤلم أكتر، حتى الآن لم نسمع صراخ البلابسة ولا نحيب الفلنقايات ولا عويل النائحات المستأجرات، أولئك الذين يقتادون على استمرار الحرب ويتاجرون بمآسي ضحاياها بانحيازات سياسية وجهوية وعنصرية، ويغمضون بصرهم الأخلاقي والإنساني عن كل جريمة يرتكبها جيش الكيزان الذي يمارس الإبادات في كل دارفور. بالنسبة لهم ما جرى ليس إلا حفل شواء على موائد الفرح الهستيري. هذه الحادثة ليست استثناء، الجيش ارتكب مئات الانتهاكات وجرائم الحرب المشابهة، لكن العالم ما سمع بها، لأن الجاني ياهو الجيش، جيش الإخوان، ولأن غرف التضليل والانحياز الإعلامي لا تنشر إلا ما يخدم سردية جيش الإخوان المسلمين. أما دم أهل دارفور فلا يدخل في حساباتهم على الإطلاق. بصراحة الدم السوداني ما أصبح واحد، والمواطن المقتل في القرب والجنينة ليس كالذي في الشمال. استهداف أديكون تم مع سبق الإصرار والترصد مع كل أسف لتهديد وصول المساعدات الإنسانية وتجفيف قرب السودان من الغذاء، مع أنه في مجاعة كبيرة في البلد دي، ولدفع الناس للهروب قسرا ليخرج البرهان زي كل مرة بيكلمنا عن هروب المدنيين من المناطق اللي ما بيسيطر عليها جيش الإخوان. بينما الحقيقة والتي تخفى عن العالم أجمع هي أن سبب الهروب هو الإبادة الجماعية بالطائرات والمسيرات التركية، بل استخدام الأسلحة الكيماوية والاستهداف العرقي الذي يتم للناس هناك على أساس العرق واللون. يا للأسف، بس لأنهم حواضن أيوة زي ما سماهم جيش الإخوان ليبرر البرهان فعلته التي أباد فيها المدنيين الأبرياء، كما حدث اليوم في أديكون، لأرواح هؤلاء الخلود والسلام في جنات النعيم.